حضراتكم حضرتوا حفلة بولي، ربنا يهديه. قوم يا مؤمن واحنا قاعدين نشتكي ومش عاجبنا ونطلع نعمل لبولي فيديو ونقول له عيب والكلام ده، تطلع الدولة المصرية بالبهروز التقيل 2 in 1 شامبو بلسم في آن واحد. مصر دي صعبة يا جدع، ما تجيش عليها هتزعل. وبصرف النظر عن الاداء الشعبي بص، شعب زعلان من بلده ومن حاله ومن ظروفه الاقتصاديه، بس تقرب منها يقرقش امك. تركيبه كده الشعب ده مش مفهوم. نتخانق زيت وسكر وحال والرئيس السيسي والحكومه والليله الملونه كلها، لكن هتيجي انت من بره تدوس على طرف جلابيه مصر. ما دي بقى لازم تبقى من الدروس المستفاده لاعدائنا او الكارهين لينا، انك تفهم انك صعب انك تستغل الحاله الاقتصاديه للبلد دي في انك تقلبها. وسبحان الله الشعب المصري بالذكاء الجمعي او بالفطره الجمعيه بيبعت رسائل يا جدع ممكن القياده السياسيه تقعد تقول فيها 3 سنين. بيقول الرئيس غير لما الشعب بيقول حاسب يا جدع انت هو لزم مكانك. لما ترجع عجله ورا وتشوف بعد تصريحات بولي حصل هوجه شعبيه، اللي ما بيعملش فيديوهات عمل فيديوهات، وبنات زي القمر، بناتنا الطلبه اللي في الجامعه والمؤثرات واخواتنا البنات الصغننين، يا جدع تحس ان حد شتم امهم. ظاهرة اقسم بالله انا سعيد بها جدا. يا جدع في امل، هي البلد دي تنزل تطلع، بس هي ليها تركيبة محافظة عليها. وانشغلوا الناس بالرد على بولي، وانا منهم رديت. هو زعلان جامد وبيقولوا لي ان ضغطه عالي وحصل له هبوط في نفس الوقت. المهم ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويشفي كل مريض. قامت جايه الدوله المصريه عامله لك ايه بقى؟ قالت لك تعالى احنا عندنا احتفال بتاع الوطن. جابوا لك امال ماهر ومحمد سلام 2 in 1 شامبو بلسم في مسرح واحد. ما انا بقول لك مصر دي مش سهله. عارف تحس انها الست العجوزه القرمه اللي ما تعرفش تلعب معاها. مشهد اقسم بالله. بصوا يا جماعه الخير، احنا نختلف ونتخانق، بس لما يتعمل حاجه حلوه نقول ان دي حلوه. دي ضربه معلم، ده حديث الكبار من غير ولا كلمه. احنا بقى الشعب صوتنا عالي ونزعق، واللي هيجي هنا نضربه بالشبشب ماشي. انما الدوله المصريه قعدت كده استقنيصت وزقت لك اخواتنا المحترمين الافاضل الاستاذ محمد سلام والفاضله الاستاذه امال ماهر، اللي ان شاء الله اللي يدسلكوا على طرف هنضربه بالشبشب اللي بنخرج بيه في الشارع، مش شبشب البيت. وتقوم مصر يا مؤمن برضو هي نفس مصر دي اللي انا مش فاهم لها، تقوم جايبه محمد سلام في نفس يوم الفيديو بتاعه من 2 سنين. انت زعلت في اليوم ده؟ تعالى عيد ميلاد جرحي انا، خش اطلع على المسرح. يقوموا المصريين برضو عاملين ايه؟ قعدوا يسقفوا 4 ساعات ونص، برضو كيادين. هتيجي علينا هنكيد امك. احلى حاجه انك تحس ان الدوله بقيادتها بقى، بحكومتها باجهزتها بفنييها بكل اللي انت عايزه، لمدام اسعاد بتاع البيجامات الكاستور، كلام كله مرصوص كيفني. بس انا ما طلعتش عشان كنت مجهد، بروح اتقلب بصحى بمشي. فاحساس حلو انك تلاقي انه الشعب في سكه ومعاه قيادته في نفس السكه، والرئيس يقول لك اللي يزعلكم معاش ولا كان اللي يزعلكم. انا بحب الحاجات دي جامد، لان بحس فيها بروح السادات، بحس ب1 2، بحس الرئيس سمع ان احنا زعلنا قال لك والله لا اجيب لكم حقكم يا اولاد كده.
فانت تحس ان بلدك معاك على نفس الخط، وان مش انت لوحدك اللي زعلان وهم قاعدين فوق عاملين كده، لا كلنا. عيب، دي قلة ادب ما يصحش. بس جت متأخرة يا مصر وانا زعلان منك، بس هتكلم معاكي على جنب عشان احنا على اللايف والنصيحة في العالم فضيحة. وانت مصر، احنا بقالنا سنتين طولنا عشان نرضي مين؟ الاخر. ما فكرناش نرضي نفسنا، بس اول ما رضينا نفسنا الشعب حصل عنده حالة. اعتقد ان من اكتر الاخبار الطيبة اللي اسعدت نسبة كبيرة ان لم يكن كل الشعب المصري هو الموضوع ده. بص يا فندم، شعب يجوع ولا يفقد كرامته. سبحان الله، والله سبحان الله. يطلع مجرمين، يطلع جيل جديد بيمد ايده على الرجاله، ما احنا قلنا كده من 5 6 سنين ان ده هيحصل، ما تزعلوش. يطلع قتالين قتله، يطلع واحد يقتل مراته ويدفنها على بق، يطلع اللي يطلع. بلد بتعبر عن نفسها كل مره كده بحدث بيصنعه مين؟ السيد الباشا المحترم المواطن. اول ما بيقول ده، اول ما بيقرر حاجه ويتكلم، كله لازم يتكلم. الباشا اتكلم، اقسم بالله ما بهزر. فخلاص وصل انه الشعب المصري فضب وعلى اخره من التجاوزات ومن قله الادب، وان دايما ما بيشفيش غليل المواطن المصري غير الردود الرسميه. نيجي نتكلم على الكيان ابن المأستكه نقعد نشتم وبتاع، بس مستنيين نسمع كلمه خشنه من السيسي. سبحان الله. طب انت يا عم انت زعلان وبتزعق وبتشتمهم وبتاع، سيب الرئيس في حاله. يقول لك لا، ما اصل هو ده اللي بيمثلني. فتلاقي الشارع اتحرك ردود عنيفة وغضب عنيف على هذا البلي. الشارع نوبة اللي تعبان اقتصاديا، ده شارع ما تحاربوش، ده شارع تحترمه وتشوف طلباته. وكلامي هنا للنتن المعفن الشيطان. هو بيفهم عربي الواد ده ولا تترجموا له؟ دي حالة، والله بكلمكم جد. اصل برضو خلي بال حضراتكم، الرسائل دي بتترجم وليها معاني. اقسم بالله في ناس ممكن تستهون بكلامي. لا يا فندم، لا يا فندم، انا مش ذكي وفتك. لا لا، الكلام ده مرصود ومتشاف وما يتشافش غير كده. ان الناس دي ما بتجيش عشان الزيت غالي والسكر غالي حد يدوس على كرامتهم يقول لك يلا يا عم ما احنا كرامتنا لا يا فندم، احنا كرامتنا مش متداسه. فلما تلاقي الشارع اتحرك حتى لو برسائل صوتيه، ببوستات، بردود، الى اخره، اذا وصل الدوله ان في حراك رافض للاداء ده. وده راجل مسؤول واللي بيحصل منه. طيب هل مطلوب مننا من مسؤولينا انه يردوا بالمستوى ده؟ ده احنا نزعل جامد ونطلع نعمل لايف. مسؤولينا ما يعملوش كده، لان مسؤولينا كبار محترمين، كبار دولة كبيرة محترمة عظيمة لها من الآثار آثار وآثار. فما ينفعش يطلع منها شغل الصغائر، يطلع من بلي، لكن احنا لا. وحتى لما مصر ردت رد الكبار، ويطلع سلام والجمهور. ما هو الشعب المصري اللي كان قاعد في المسرح ده، المواطن ده حضرتك، قال لك والله ما انا سايبك تسقيف، لازم هاخد لك حقك. وخد محمد سلام حقه بعد سنتين، بس خده مشفي. انا بدعو حضراتكم انكم تتفرجوا مخصوص على مسلسل محمد سلام الجديد على واتشت. مش مشترك؟ اشترك عشان خاطر سلام والنبي. يعني انا مش مشترك في واتشت للامانه يعني، بس هشترك عشان خاطر محمد سلام، عشان خاطر اشوف مسلسله، عشان اكيد ابن المأستكة التاني والتالت والرابع كلهم. يعني تفاعل مشترك بين الشارع او الرأي العام والدولة والرئيس، ده حاجة عملت ملحمة بسيطة. حد ممكن يقول لي انت مكبر الموضوع ازاي؟ لا، انا بديك نموذج، مثال. اذا اتحدت الناس دي والمواطن والشارع مع الحكومة مع الرئيس، يقدروا يحققوا ايه؟ اللي حصل ده مجرد معاني، احنا ما بنيناش مصنع، بس اتفقنا على الدفاع عن كرامتنا، واتفقنا ان احنا نقول مصر ما بتسيبش عيالها، واتفقنا ان احنا نقول ان مصر ما حدش ينفع يلعب مع عيالها. امتى بقى؟ انا وانت ممكن ما يعجبناش، لكن الادارة السياسية للدولة ليها وجهة نظر وعندها معطيات وعارفة امتى. زي ما هناك بيطلع امتى، هنا يترد عليه امتى. مش احنا بنبقى قاعدين في امان الله تلاقي واحد مقاستك طالع عامل لنا فيديو، اوعى تفتكر ان ده خالص النوايا وطقت في دماغه يعمل فيديو، ده حد زقه برجله.
ده مش مواطن ونص، ده عيل مقاستك بيتوظف زق، عارف بسك عليه، يقول لك بسك عليه، عرفت هو مين بس. وتعوي والقافله تجري. فاكيد انه الاداره السياسيه لمصر مش بخفه المواطن، لا، زي السد كده، عايزين نضرب السد وما اعرفش ما بيضربوش ليه، وهو اصلا مضروب بس لسه ما جاش الميعاد. مش بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ يا سبحان الله، ده آية قعدت فيها فترة كده، يا ربنا عايز يقول لنا ايه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. القرار اتخذ بس التنفيذ لسه ما جاش ميعاده. مش بتلاقي واحد كان فقير وفجأة اغتنى؟ لله في خلق شؤون، ميعاده. غني وفجأة افتقر، ميعاده. بصحة جيدة ثم مات، ميعاده. فاحنا قاعدين نصرخ ونقول يا سيسي اضرب السد وهات الميه على منخفض القطاره، يا قوات المسلحه، يا واخد بالك؟ وهم اكيد بيسمعوك، لان هم مش احنا يعني اللي مش هنقبل وهم اللي هيقبلوا. هم عندهم بلان ايه وبلان بي وبلان سي وكل حاجه، لكن التوقيت ان شاء الله يا رب عجل بتوقيته، وقولوا امين. على قد بلغت اللهم فاشهد.